السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة كده هعمل وصفة حلوة جدا علشان الفراخ كده ما شاء الله. يعني لما بتبتدي ان هي تبيض، آه، يعني تبيض على طول. وطبعا ما شاء الله يعني دي الفراخ الجميزة. وهنعمل وهنوزع كمان على الفراخ البلدي، فما شاء الله يعني. دي الفراخ اللي انا كنت بصورها معاكم من هي لسه صغيرة، فما شاء الله ابتدت ان هي تكبر وعلشان تبيض معانا يعني بسرعة. فانا بحب دايما ان انا انوع لهم كده في بالخلطات اللي من البيت، واللي هي هتكون غير مكلفة بالمرة. المهم ان هي فترة التأسيس الفراخ قبل ما تبشر كده بالبيض، علشان ما نرجعش بقى نشتكي ان الفراخ بتقطع بيض ليه، او بتتأخر لما تبيض، او بتبيض يوم ويوم لا. فانا من هنا بعمل لهم ما بين وقت للتاني، بشتغل لهم كده بالحاجات اللي هي الطبيعية، بحيث كمان ان هم مناعتهم تكون قوية، لان الجو كمان اليومين دول كده متغير وبارد جدا. فالحاجات دي بتقوي المناعة وبتحمي الطيور من الامراض ومن الاسهالات، وكمان بتخليهم ان هم ياكلوا ويبان عليهم ما شاء الله. الفراخ كده ابتدت ان هي تكبر من غير ولا تحصينات ولا ادوية ولا اي حاجة انا استعملتها للفراخ دي خالص، الا الوصفات اللي انا بعملها دايما للبط وللفراخ الكبيرة وللفراخ الصغيرة. فدي اهم حاجة. وكمان بتخلي الفراخ كده دايما نشيطة. لما تحط لها الاكل تلاقيها بتاكل. للناس اللي هي بتشتكي ان الفراخ اوزانها ضعيفة بتاكل وما بيبانش عليها، علشان هم بيكون عندهم احيانا ديدان فبتأثر عليهم، خصوصا الفراخ. طبعا من هنا بنشوف الخلطة معانا. يا ريت قبل ما نكمل كده الخلطة تعملوا لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده لأعلى لايكات علشان الناس اللي حابة ان هي تكمل معايا تشوف الفيديوهات اللي انا بنزلها. ده طبعا المكون اللي هو مفروض تعمليه في الشتاء خصوصا، يعني مرتين ثلاثة في الاسبوع، بيقوي مناعة الطيور جدا. ده طبعا بصلاية كبيرة وحوالي راس من التوم، ابتديت ان انا ضربتهم كده في الخلاط او تبشريهم على حسب ما انت عايزة. المهم هي دي الوصفة اللي هي جبارة زي ما بنقول للفراخ وللبط ولأي طيور بتربيها، خصوصا في الشتاء علشان ما يتعبوش منك، وللفراخ علشان تبيض معاك بدري. طبعا ممكن تعملها يومين ثلاثة في الأسبوع ما فيش منها أي مشاكل. المكونات الباقية بقى ده العيش اللي هو كان بايت عندي، ابتديت ان انا فركته لهم. وما شاء الله يعني على حسب بقى كمية الطيور عندك، انت بتزودي من الخلطة او بتقللي، ده بيرجع لعدد الطيور. وكمان معاهم علف 21%. وكان يعني كان تقطيع خضار خفيف كده خالص. وببتدي كده ان انا الخصنهم كلهم مع بعض. وطبعا بزود بقى، عايزه تزودي شويه علف عليهم تاني، عايزه عندك عيش اكتر برضو ممكن تزودي لهم. طبعا ما شاء الله. ببتدي كده ان انا بقى بقلب كل الخلطه مع بعضها، بحيث ان البصل بالثوم ده الفراخ كلها والبط كمان ياكلوا منه. فما شاء الله يعني هي دي اقوى خلطة او اقوى وصفة تعملها لاي طيور عندك، اي طيور ايا كانت. بتخليهم ما شاء الله بتفتح الشهية وبتقوي المناعة، ولا يمكن تشتكي من اي امراض طول فصل الشتاء طول ما انت بتعملي لهم كده. وده طبعا الباقي برضو حطيته هنا للفراخ الجميزة ما شاء الله. طبعا ولا لو عملتي كده ولا هتحتاجي الأدوية ولا هتحتاجي أي حاجة. ده بالإضافة بقى ما بين وقت للتاني كده تجيبي لهم للفراخ، تغلي لهم شيح باستمرار 3 مرات حتى في الأسبوع، بحيث إن هما ما يجيلهمش ديدان خالص، علشان الديدان دي هي اللي بتخلي الفرخ ينشف معاكي وما بيبانش على أيام. شايفين الفرخ ريشه بيلمع عليه من طريقة التغذية الصح ومن النظافة. ومن نوع الفرخ كمان، طالما نوع كويس من البداية فبيمشي معاك يوم بيوم كده، بتلاقيه بيكبر قدام عينك. طبعا ابتديت بقى ان انا فطرت الفراخ والبط اللي هما الكبار، وحطينا بقى للفراخ الجميزة. طبعا ما شاء الله يعني
لما الحاجة كده بتكبر معاكي من غير أدوية ومن غير أي حاجة، بالحاجات الطبيعية، فده أحلى بكتير إنك انت تقعدي بقى تستعملي للطيور أدوية. آم، وكمان هي دي التربية، ايه، التربية اللي هي بتاعت زمان، بالوصفات اللي هي من البيت. انا دايما ايه ما بكسلش، كل يومين كده بقوم عامله لهم حاجه جديده، بحيث ان هم ايه، الفراخ تمشي. اليوم يجي معاها بيومين، ما احتاجش بقى ان انا كل شويه ايه، اعالج ولا اي حاجه. فعلشان كده ما شاء الله الفراخ الكبار اللي انا بصورهم معاكم وهم في جمع البيض، ما بيقطعوش كده من البيض، وفي نفس الوقت مفيش ولا شتا بأثر عليهم ولا صيف. طالما الفرخ معاكي مناعته قوية ومؤسساه صح من البداية، على علف نوع كويس، على طريقة تغذية صح، فانسي ان هو يتعب منك بشكل مفاجئ. انسي ان انت تعاني من اي مشكلة من اللي بتيجي كده للطيور. ما شاء الله. طبعا اهم حاجة طبعا ايه، انك انت مش شرط انك انت تعملي لهم كل يوم وصفة او كل يوم خلطة. لو 3 مرات يوم، يوم او يوم لا، لو يومين، المهم ان هما يعني مش لازم كل حاجة ياكلها يوميا. هي وجبة واحدة ان انت بتأكلها لهم ومفيش تغيير، فهو ده اللي بيخلي الطيور دايما تلاقيها ناشفة معاكي. عندك بقى خضار يعني زي الكرات الاخضر، زي البقدونس، ممكن تخرطيه ناعم خالص وتحطوه لهم برضو مع الاكل بتاعهم. يعني لو كم يوم كده في الاسبوع، يومين ولا حاجة، برضو ايه، من هنا بتوفري من العلف، وكمان بتلاقي الفرخ معاكي ما شاء الله برضو في تغيير في الاكل بتاعه. يعني زي ما بنقول كده ما بيزهقش من العلفة اللي انت كل يوم حطاها من غير تغيير. فالتنوع طبعا في الخلطات وفي الحاجات دي بيكون مهم جدا لتربية اي طيور، سواء بط او فراخ، ايا كان الطيور اللي انت بتربيها. طبعا بوفر من العلف. الفراخ دي ما اكلتش علف صافي، يعني من بعد ما بتعدي كده عمر الشهر او ال35 يوم، ببتدي بقى ان انا ايه، واحدة واحدة انزل لهم كده بشوية العيش اللي هم العيش اللي بيكون باقي، ببتدي ان انا افركه خالص واقوم مدخلاه لهم مع الاكل. فما شاء الله يعني من هنا برضو بوفر من العلف، وفي نفس الوقت الفرخ بيفضل وزنه وحجمه زي ما هو، ما بيخسش. وبعد كده بعد كام يوم ببتدي برضو انزل بشوية الشيشة اللي هي الوسط، يعني مش كل مرة واحدة 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 كده، ببتدي ان انا ادخل لهم اعمل بقى الخلطة اللي هي الموفرة اللي هي الاساسية، وبرضو هنزلها معاكم. يا ريت كده لو انت لسه موجودة ما تنسيش كده قبل ما تخرجي من الفيديو تعملي لايك. حبيت ان انا اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.